لو انت اوضتك متبهدله على الاخر وهدومك مرميه في كل حته على الارض وزباله تحت سريرك، ده حتى المرتبه بتاع سريرك مقطوعه وكل ما تيجي تنضفها تكسل وما تنضفهاش، احب اقول لك على مفاجاه، استنى وما تنضفهاش لان اوضتك المعفنه دي ممكن تسوى ثروه وانت مش واخد بالك. الفنانه اللي قدامك دي اسمها تريسي ايمان. الفنانه دي في يوم من الايام جالها حاله اكتئاب وفضلت حابسه نفسها في اوضتها 4 ايام، وبعد الاربع ايام ما خلصوا بتقول طلعت المطبخ علشان اجيب كوبايه ميه وارجع تاني. فقالت وانا راجعه بصيت للسرير المعفن اللي نايمه عليه بقالي 4 ايام، وبصيت للزباله والكركبه اللي حواليه وقلت واو ده نوع من انواع الفن. بتقول كل الزباله والكركبه اللي حوالين السرير دي ده نوع من انواع الفن وكل الناس لازم تعرفه. وخدت نفس سريرها بالزباله اللي حواليه زي ما هم كده بالظبط، وراحت عرضت سريرها بالزباله اللي حواليه في معارض الفن. بعد كده عرضت السرير بالزباله بالكركبه اللي حواليه في مزاد، واتباع باكتر من 4 مليون دولار. اوعى تستهون باوضتك المعفنه لان ده